السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكل هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة من تجهيزات رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. مخلل الليمون هعمله بحبة البركة والعصفر، هيعجب حضراتكم جدا ان شاء الله. تعالوا نشوف مقاديرنا. معايا ليمون هنا ده حوالي 1.5 كيلو. طبعا زي متفقين الكمية زي ما حضراتكم بتفضلوها. معايا حبة البركة وعصفر، والاتنين دول حضراتكم هتلاقوها عند العطار. كميات صغيرة تجيبوا على قدكم. حبة البركة والعصفر الاتنين متوفرين جدا، ممكن تجيبي ب5 جنيه هيديكي كمية كويسة اوي. جزر مبشور ده اختياري، انا بفضله مع الليمون لكن هو اختياري، مش شرط يتحط في مخلل الليمون خالص. طبعا ملح، وبرده الفلفل الحامي هنا انا حطاه اختياري، ممكن هريسة شطة زي ما حضراتكم تحبوا. وهنا طبعا مية عشان المحلول الملحي بتاع المخلل. اول حاجة على النار دلوقتي في مية بتغلي، هنسقط فيها الليمون بتاعنا ياخد 10 دقايق يتسلق، وبعدين نرجع مع بعض. تعالوا نشوف هنحط الليمون ازاي. زي ما حضراتكم شايفين الميه هتبتدي تغلي على طول. هنزل الليمون بعد ما غسلته كويس جدا من غير ما افتحه ولا اي حاجه، هنزله زي ما هو كده. بسم الله. عايزه اقول لحضراتكم يا ريت ما نقساش عليه في السوا، في السليق يعني، علشان ما يتهريش معانا بعد كده في التخليل ويقعد معانا مده كويسه. يعني ان شاء الله الليمون اللي انا بعمله النهارده ده هيقعد معانا باذن الله لشهر رمضان، وهيفضل زي ما هو مش مهري ان شاء الله. ادي كل كمية الليمون بتاعتي اهي. بس كده اسيبه زي ما قلت لحضراتكم حوالي 10 دقايق، مش عايزاه مهري مش عايزاه برضو ناشف، في المتوسط. ونيجي بعد كده مع بعض نكمل بقية خطواتنا في تخليل الليمون. وادي حضراتكم الليمون بعد ما اتسلق صفيته من المية. الدليل ان هو اتسلق تمام معايا ان الاقي هنا في فتحة كده حصلت في الليمونة، ده كده دليل ان السوا بتاعها تمام. وكده خلاص ابتدي اطفي عليه. هنا صفيته من الميه بتاعته انا ما رميتهاش، الميه اهي. انا قلت لحضراتكم في بدايه الفيديو ان في هنا معايا ميه للمحلول الملحي بتاع المخلل. في ناس بتستخدم ميه من الحنفيه زي دي، وفي ناس بتستخدم زي الميه بتاعه سليق الليمون، ودي بصراحه الطريقه اللي انا بفضلها. ميه سليق الليمون هي بتبقى حفظ للمخلل وبتدي نتيجه احسن. فهستبعد دلوقتي الميه بتاعه الحنفيه واشتغل بميه سليق الليمون. طبعا سبتها تهدى خالص وتبرد، ونبتدي بسم الله دلوقتي نشتغل مع بعض. اول حاجه هنا ناخد شويه من حبه البركه في بوله كده او طبق عندنا، حوالي هنا 3 معالق، مش هحط كتير. ولو حبيت ان انا ازود بعد شويه ابقى ازود شويه من العصفر. بسم الله، كفايه كده. العصفر بس كان في حاجات كده واضح ان هي من عند العطار، يبقوا خالطين كذا حاجه جنب بعض، في حاجات كانت جواه انا شلتها اهو. هقلب كده كويس مع بعضه، وانزل عليهم حوالي 3 معالق من الملح. واقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. العصفر ميزته ان هو بيدي مزازه حلوه قوي مع المزازه كمان بتاعه الليمون، بيديله طعم جميل مع حبه البركه، كلها فوائد كمان اهو. خلاص كده الخليط بتاعي جاهز. نيجي هنا للليمون. بصوا حضراتكم الليمونه اهي، دي سليمه اهي، ما فيهاش الفتحه اللي قلت عليها. الفتحه اللي هنا دي اجيب المقص اسهل كتير من استخدامي السكينه، لان السكينه هتهري الليمونه معايا وانا بقطع وهتنزل كل العصاره بتاعتها خساره يعني. فاجيب المقص ونفس الفتحه اللي هي اتفتحت من الليمونه بكمل عليها اهي بالشكل ده كده، من فوق ومن تحت، وبتبقى الليمونه عندي جاهزه اهي بالشكل ده. اجي بشويه كده من الخليط بتاعي اللي انا عملته وابتدي ان انا احشيه جوه الليمونه بالشكل ده كده. واجيب البطرمان بتاعي، بطرمان زي ما اتفقنا دايما يكون نظيف اهو، واكمل بنفس الطريقه. ادي ليمونه تاني اهي، افتحها اي فتحه حضراتكم عايزينها.
هكمل بنفس الطريقه بتاعه الفتحه الاولانيه اهي. بصوا السوا بتاعها من جوه ممتاز، لسه محتفظه بالعصاره بتاعتها. لو كنت زودت عليها في السليق اكتر من كده كانت الليمونه هتتفضل من العصاره بتاعتها دي، هتنزل في الميه وحرام، مش هيبقى فيها اي طعم من جوه، هتبقى فاضيه. واخد شويه تاني من الخليط بتاعي بسم الله، وابتدي احشي الليمونه. تكتروا او تقللوا براحتكم جدا اهو بالشكل ده كده زياده، وابتدي ارص الليمون بتاعي وهكذا. بصوا هي مفتوحه لوحدها من السليق اهي. بالشكل ده كده. اكمل بس طبقه واحده مع حضراتكم عشان اوريكم، وبعد كده بقيه الطبقات انا هكملها لوحدي اهي. فتح لنفسي كده بايدي بسم الله، وابتدي احشي. هعمل قاعده واحده بس الاول، وبعدين بعد كده يبقى سهل اهي. في ناس بتحب ما تسلقش الليمون تستخدمه على طول كده، بصراحه بيبقى مش حلو في الاكل، وبتبقى قشره الليمونه قاسيه شويه في الاكل كده، ومهما سبتيه ما بيطرش. اما السلقه البسيطه اللي احنا عملناها دي بتديكي نتيجه حلوه زي الليمون اللي احنا بنشتريه من بره. تيجي تاكلي الليمونه بتلاقيها طريه مستويه من جوه ومن بره. ادي اول قاعده اهو. ابتدي على طول هنا اخد رشه من الجزر زي ما اتفقنا، ده اختياري بس انا بفضله بالشكل ده كده. وبرده الفلفل زي ما اتفقنا ان هو اختياري، لو حد حبه سبايسي يحط، او عايزه بارد مش هيحط فلفل خالص. بالطريقه دي هكمل بقى البطرمان بتاعي بنفس الطبقات اللي وريتها لحضراتكم، ونرجع مع بعض نشوف المحلول الملحي هنعمله ازاي. وادي حضراتكم الطبقات كلها اللي عملتها، طبقه ليمون، طبقه جزر مبشور، وفلفل حامي. زي ما وريت حضراتكم في اول الفيديو ان الجزر والفلفل دول اختياري جدا، يعني الليمون بس هو اللي ثابت بالعصفر وحبه البركه. دلوقتي هستخدم ميه سليق الليمون. هاكد تاني، الميه اللي سلقت فيها الليمون ما برميهاش، بستخدمها كمحلول ملحي للتخليل. هسيبها تبرد بسم الله، انزلها كده في الشفشه عشان تبقى سهله عليا ان انا احط لها الملح اهو. لو حبيت تاني بصوا حضراتكم فيها كتير من عصاره الليمون، فهي ماده حفظ جميله بصراحه. واجيب الملح بسم الله، ما نكترش الملح كده في الاول، احنا هنحط وندوق ونشوف ايه الاخبار. المحلول الملحي بتاع مخلل الليمون ما بيحتاجش خل خالص، لان الخل ماده حامضه، وهنا الليمون هو ماده حامضه اوريدي، فمش محتاجه ان انا احط لها حاجه تاني خلاص. هي مش محتاجه، هو منه فيه، عكس كل المخللات. تمام كده. هجيب بس المعلقه حتى اللي كنت بستخدم بيها العصفر اهي، حتى عشان تدوب في الميه، عشان اللي هدوق بيها مش هحطها تاني في الميه. بسم الله. فتحها معقول جدا. ناخد بالنا لو الملح قليل هيتهري منكم بسرعه، فلازم الملح يكون مظبوط اهو بالشكل ده كده. الخطوه المهمه هنا ورقتين لوري. ورق اللوري هنا بنستخدمه كماده حفظ للمخلل، يعني في بعض الدول العربيه يسموه ورق غار، موجود ومتوفر جدا اهو. بحطه على الوش، بيدي طعم ونكهه حلوه في نفس الوقت، وماده حفظ حلوه قوي للمخلل. وشويه من الزيت ده مهم قوي عشان الوش بتاع المخلل ما يعمليش عفن، ولو حصل ده فاحنا بنشيل الوش بمنتهى البساطه، لان الزيت بيعمل لنا ماده عزل بين المخلل وبين العفن اللي هيحصل. بالشكل ده كده بس كده. قبل ما اغطي بقى اجيب الاستريتش رول، وابتدي ان انا احكم الغطا كويس. بسم الله. اقطعها بس مقص اهو.
صغيره اقطع واحده تانية كويس اهي. ابتدي اقفل كده كويس جدا الجوانب بتاعتي، ما اسيبش ولا حته مفتوحه اهي. طبعا في غطا وكل حاجه، بس الاسترتش رول دوره هنا بصراحه ان هو بيحكم لي الغطا ما يدخلش اي نسبه هواء، فما يحصلش العفن اللي اقول لحضراتكم عليه، نتجنبه يعني. اهو كده ابتدي اغطي البطرمان بتاعي، امسح بس ايدي واحكم كويس قوي اهو تمام. ندخل بقى كل المكونات كده مع بعض بالشكل ده كده. وبقى عندنا احلى مخلل ليمون بالعصفر وحبه البركه. عايزه اقول لحضراتكم ان المخلل ده هيقعد معانا اسبوعين على ما نفتحه، ما نفضلش نفتح ونقفل عليه عشان ما ندخلوش هوا ويحصل العفن اللي بقول لحضراتكم عليه. نستنى اسبوعين هيكون جاهز جدا للاكل، وان شاء الله هيقعد معانا رمضان وهيبقى مستوي وجميل. لو الفيديو بتاعي النهارده عجب حضراتكم من فضلكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي. شكرا ليكم والسلام عليكم.